السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي، قناة كوكب الطبخ الجزائري. مرحبا والف مرحبا بالمشتركات اللي راهم معايا، واللي مازال ما دخلوش يدخلوا الف مرحبا ليهم. الفيديو تاع اليوم هو البطبوط، وصفة جديدة. هذا البطبوط غني عن التعريف، مكونات تاعو بسيطة، تتمثل في 4 كيسان تاع الفارينة، هاد الكيل تاع اللي كينا به، وزوج كيسان تاع الدقيق يكون رطب، سميد رطب، وعندنا كميه من الماء دافي، وعندنا مغرفه كبيره تاع الملح، وعندنا زوج ملاعق كبار تاع الخميره تاع الخبز، وعندنا زوج ملاعق كبار تاع الاكل تاع السكر. نبداو ان شاء الله على بركه الله. درنا 4 كيسان كبار تاع الفارينه، غربناهم بيان سور، نزيدو نديرو زوج كيسان تاع الدقيق، نزيدو نغربلوه كذلك. فوالا نغربلوهم، فوالا نديرو مغرفه كبيره تاع الملح هكذا، ملعقه كبيره تاع الملح، نديرو زوج ملاعق كبار تاع الخميره، نديرو زوج ملاعق كبار تاع السكر، نخلطوا النواشف الكل مع بعضهم، فوالا. هذا الخبز لذيذ بزاف ومحبوب. فوالا نبداو نشمخو بالماء يكون دافي. المعجنات قلنا ما يكونوش ناشفين بزاف، يكونوا طريين باش يجونا خفاف. فوالا رانا لمينا خياتي العجينه، لازم تكون شويه جاريه. دوك نحوها نحطوها في لو بلان دو طرافاي، ولازم لها شويه دليك. هذا الخبز هذا لازم له شويه دليك. فوالا 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 راني عرقتها بيان، دلكتها تري بيان. شوفوا كيفاش رجعت لنا ليس، تخرج لكم هكا ليس وطريه. اذا جاتكم ناشفه شويه زيدوا لها شويه تاع الماء وقعدوا دلكوها. دوك واش نديروا؟ نحكموا البول اللي درنا فيه، نحطوه ونخلوها تريح لمده 4 ساعه، ومن بعد نعاودوا نولو ان شاء الله. فوالا دوك نرجعوا العجينه تاعنا نشوفوها ريحت شويه. شوفوا كيفاش ريحت. نحولها الخمور هكذا. قد ما تخلي العجينه تاعك تريح سواء الفرينه ولا دقيق تعطي لك نتيجه مرضيه، نتيجه لاباس بها. دوك نحوها من هنا، شوفوا كيفاش ريحت لنا، راهي ما شاء الله. هنا دوك نحلوها، نديرو شويه فرينه، نحلوها بالحلال. نديرها شويه فرينه من الفوق كذلك، نحلوها بالحلال بهذه الطريقه عادي، ما تكونش خشينه بزاف. شغل كيما نديرو المطلوع وشنو هو الشكل تاعو يكون صغير.
فوالا خياتي، بعد ما حلينا العجينه بيان نقطعوها، نحكموا كاش طابع مدور ولا كاس ولا المهم حاجه مدوره. انا ندير بهذه تاع نوفا ولا هذا الشكل هذا. الا حبيتي انت البطبوط تاعك يكون صغير ديريه صغير، واذا كان كبير خيري طابع يكون كبير. اذا نكملهم انايا هكذا نقطعهم، ومن بعد كي نقطعهم فوالا هكذايا. فوالا خياتي، شوفوا كيفاش نديروهم. نحطوهم في فلقه سنيوه، نحطوا عليها طرشونه تكون نقيه، ونستفوهم هنايا ونغطيوهم، نخلوهم يريحوا شويه لي طون لي يطلعوا. فوالا، ونطيبوهم ونوريه لكم ان شاء الله كي يوجدوا. فوالا خياتي، رانا حطينا المري فوق النار. دوك نحطوا الخبيزات تاعنا، البطبوط تاعنا هكذايا، يكون المري سخن. غنطلعوا لنا، شوفوا كيفاش طلعوا لنا، ونعسوهم. فوالا، كي نحسوا بهم شغل بداو يطيبوا لنا من تحت، نقلبوهم. فوالا خياتي، راهو طاب الخبز تاعنا. شوفوا كيفاش خرج، خفيف هشيش وفارغ من الداخل. خرج ما شاء الله. خليناه ريح روبوزا شويه، ومن بعد كي طلع لنا خمرنا طيبناه من الجهه هذه، ومن بعد قلبناه من الجهه هذه، ويجي الشكل تاعو هدايا. دوك انايا واش راح نديرو، راني رايحه نحشيه، نحلو هكذا، ونوري لكم الحشوه اللي راني رايحه نحشيها بها. شوفوا من الداخل كيفاش يجي فارغ ما شاء الله. شوفوا خياتي الحشوه اللي راني رايحه نديرها. هلا، قطعت البطاطا دي بتي كاغو. هنا هي الحشوه، انتي واش تحبيه ديريه. خديت قطع صغيره تاع سكالوب، قليتهم كذلك. قطعت وريقات تاع الشلاضه، فوالا هكذا. حبيبه تاع طوماطيش قطعتها كذلك دي بتي كارو. مايونيز ندير مغرفه حتى زوج تاع مايونيز، ونخلط الكل هكذايا، نخلطو كلش. والفرماج بيان سور بورسيون، نحكم بالحبه، ونبدا كل حبه نطلص لها شويه، ندهنها بشويه فرماج، ونعمر الحشوه هكذايا. ودوك كي نوجدها خياتي شوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هاو البطبوط تاعنا خياتي راهو واجد في صحن التقديم. شوفوا الشكل تاعو، راني حشيته بحشوه بسيطه كما وريت لكم، شويه بطاطا شويه طوماطيش شويه مايونيز شويه هكذايا. والحشوه انتو واش تحبوا باش تحبوا تحشيو به. خرج لنا منفوخ خفيف فشفش ما شاء الله. جربوا خياتي وتبعوا الطريقه خطوه بخطوه، راكم راح تنجحوا فيها باذن الله وما تستغناوش عليه. مع الاخير واش نقول لكم خياتي، ما تنساوناش في لايك، سيرتو لايك ابوني، وديروا لنا تعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله حتى تعم الفائده للجميع بحول الله. سلام.